ايه اللي بيخلي الناس تلجأ للصمت العقابي؟ الصمت العقابي اتنين: يكون شخص متجنب مش عايز خناق، ما بيحبش المشاكل، هو بطبعه هادي فبيلجأ للصمت العقابي عشان يعبر عن زعله. النوع التاني اللي عنده مشكلة في التواصل، اللي ما بيعرفش يعبر عن مشاعره، ما بيعرفش يحكي هو ايه اللي زعله، وعشان ما بيعرفش يعبر عن نفسه ما بيعرفش يوصل وجهة نظره، بالتالي دايما بيطلع غلطان فبيلجأ للصمت العقابي عشان ما يشرحش كتير ويطلع غلطان في الاخر، برضه انه زعله وحش. اكتر شخص بيلجأ للصمت العقابي هو الشخص النرجسي الحسد، بيستخدم الصمت كعقوبة، القصد منه انه يذلك ومعاش من يذلك، اسوأ واخبث الانواع. الهدف مش انه يوصل لك انه زعلان زي المتجنب، ولا انه مش عارف يعبر عن نفسه اللي ما عندوش قدرة على التواصل. الهدف انه يسيطر عليك ويخوفك ويمشيك على مزاجه، يستنفد كل طاقتك النفسية والعاطفية والجسدية لحد ما تستسلم له تماما، ولو اشتكيت يقولك هو انا عملت لك حاجه. وطبعا الصمت العقابي يعتبر اساءه عاطفيه emotional abuse، وليه عواقب نفسيه كبيره على الشخص اللي بيتعرض. طب ازاي نتعامل مع الناس اللي بيمارسوا الصمت العقابي؟ اقول لكم في الفيديو الجاي. قابلتوا اي نوع منهم؟